الطريقة اللي أدافع بها على نفسي إذا طلع لي دب. شيل هذا، سوي هيك. رحلة البايسكل من القطب الشمالي إلى بغداد، قصة 9. أسوأ جزء برحلتي هو المسافة الموجودة بين مورمنسك وسانت بطرسبرغ. خطورة هذا الطريق أنه هو ضيق وباتجاهين مع حركة الشاحنات السريعة وبكميات كبيرة وعالية من الثلوج، ويشتهر بالحيوانات المفترسة مثل الدببة والذئاب، ولذلك كنت مجهز رذاذ الفلفل ومسدس الصوت لحمايتي. انطلقت إلى فندق قريب على البحر الأبيض وموجود بمنطقة كلها أنهار وبحيرات، وخلال الطريق دخلت بمنطقة جبلية وواجهت صعوبة بالمرتفعات، بس بعد كل ارتفاع أحصل مكافأة نزول طويل، وهو هذا حال الدنيا، كل ما تبذل جهد تحصل مقابل. الطريق كان جميل جدا، وشكل الجبال مع الغيوم والثلوج يخليني كل شوية أوقف وأبقى أتأمل بالطبيعة وجمالها. وبديت أقترب من الفندق، وشكل البحيرات والمياه الذائبة من الثلوج كان خيالي، وهاي كانت ردة فعلي من وصلت شباب، وصلت. واحلى جزء باليوم من وصلت للفندق. الفندق كان جميل جدا، وكان موجود بيه ساونا، واخذتها مكافأة على يومي كاملا.